مساء الخير. أنا محي الدين غريب، مهندس وكاتب من الدنمارك. النهاردة في الحلقة دي من حلقات لماذا هتكلم عن لماذا الفقير بيزداد فقر في مصر. في الدول المصنفة سلطويا للأسف زي ما هو الحال في مصر، أولويات المشاريع بتكون عادة بتوجيهات عليا من الرئيس والجهات السيادية والأمنية اللي معاه، طبيعي يعني. وبيكون برضو للأسف دور البرلمان دور شكلي ومش فعال، لأنه بالطبع ما يعرفوش مصلحة البلد زي ما الرئيس يعرفها يعني. وعلشان ما فيش شفافية وفي تفشي للفساد والمحسوبية، فالأولويات بتكون محسوبة غلط. آه، يعني يعني فالفايدة من المشاريع ما بتعودش الحقيقة على فئات الشعب اللي تستحقها، مع إنها من أموالهم. والدليل على كده إنه اللي بيعكسوا الحالة الموجودة من التدهور الحالي في الاقتصاد، وفي زيادة الفقر والبطالة وزيادة المديونية وما إلى ذلك. نرجع لموضوعنا، هو ليه الفقير بيزداد فقر في مصر. ناخد مثل يؤكد ده. لما بتقول بتقوم الدولة مثلا بقرار لرفع سعر المية بحجة ترشيد الاستهلاك، طبعا دي حجة كويسة وفكرة كويسة وهدف كويس. لكن ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الطبقة القادرة اللي هم الأقلية اللي بيمثلوا 30%، ومع ذلك بيستهلكوا 70% من المية، الطبقة دي علشان هي قادرة تقدر تدفع الزيادة، فاللي هيحصل هتدفع الزيادة مش هتعمل ترشيد. يعني هيدفعوا الزيادة المقررة في سعر المية، لأن الزيادة في السعر ما بتشكلش عليهم عبء جامد يعني. فهيستهلكوا العادي بتاعهم، يعني مش هيحصل الترشيد المرغوب فيه من الفئة دي. بينما الطبقة الفقيرة والمتوسطة اللي هي بتمثل 70% من الشعب، واللي بتستهلك 30% بس حسب إحصائيات الاستهلاك يعني، هي اللي هتضطر تضغط على نفسها وتستهلك مية أقل، مش عشان ترشيد المية، ولكن علشان تدفع نفس الفاتورة اللي متعودة تدفعها، لأن طبعا دخلهم ما يتحملش أي زيادة. يعني هيحصل بالفعل ترشيد في استهلاك المية، ولكن هيكون على حساب إن بعضهم هيبقى تحت خط الفقر المائي. وطبعا ده هيعرضهم لأمراض بسبب قلة النظافة وقلة المناعة والتلوث وما إلى ذلك. وده هيؤدي من ناحية تانية إلى عبء زيادة في المصاريف، لأنه لما هيمرض بسبب قلة المية هيضطر يتعالج، فهيزداد فقر أكتر. إن هو يعني هيتأذي مرتين، مرة باستهلاك مية أقل مضطر، ومرة مصاريف زيادة في العلاج بسبب قلة المياه. وحتى إذا ما قدرش الفقير يدفع العلاج بسبب قلة استعمال المياه، الدولة هتدفعه، والدولة برضه هتاخد من فلوس الفقراء يعني. حتى لو سددت فبرضه في النهاية هتيجي على حساب الفقير يعني. آه، يعني زي ما احنا شايفين انه قلة استعمال المية هتضطر للطبقة دي ان هي تدفع مرتين، مرة ان هي تستخدم اقل، ومرة ان هي بتدفع فاتورة علاج نتيجة الامراض اللي لحقتها باستعمال اقل يعني. طبعا كان أولى للدولة إن هي تضع في أولوياتها بطريقة علمية وفعالة إن هي ترشد المية بالمزيد من حملات التوعية والتثقيف في المواطنين، وكمان ترفع كفاءة شبكات المتهالكة والبنية التحتية، بتزود معالجة مياه الصرف الصحي، وتوعي. طبعا الحقيقة المية بتهدر في الحقيقة بسبب الإسراف في ري الحدائق، ملاعب الجولف والشوارع وغسيل العربيات.
والطب يعني، وأكيد الدولة بتحاول تقلل دون، ولكنها بتعمل ده من غير متابعة ومن غير عواقب، فبالتالي مفيش نتيجة يعني ملموسة. مثل آخر إن الفقير لأنه بيضطر يشرب مية غير نقية بالدرجة الكافية مباشرة من الحنفية، لأنه مش قادر يشتري المية المعدنية اللي في الأزايز البلاستيك يعني. اللي بيحصل إن هو بينصاب بأمراض التلوث، وده معناه برضو عبء تاني زيادة على في تكاليف العلاج، وبالتالي بيزداد كمان فقر. كان أولى طبعا برضو إن الدولة من ضمن أولوياتها إن هي تنقي مياه الشرب، علشان معظم الشعب يقدر يشرب من الحنفية مباشرة، زي ما كنا بيحصل في لغاية الثمانينات. كانت الناس بتشرب من اللي بيحصل حاليا إن الطبقة القادرة بتقدر تشتري أزايز المياه المعدنية البلاستيك، وبتدفع فيها مليارات الجنيهات في السنة. حتى بحسبة بسيطة لو قلنا 20% بس من الشعب اللي بيقدر يشتري أزايز المعدنية البلاستيك، هنلاقي بحوالي يعني معناها 20 مليون واحد بيشتري لتر كل يوم، واللتر 2 جنيه، يعني في السنة 15 مليار جنيه. يعني ممكن كنا نوفر 15 مليار جنيه في السنة، وجزء منها يروح لتنقية المياه، وبالتالي كنا نتجنب تلوث البيئة حتى بعد كده تلوث البيئة من حرق الأزايز البلاستيك بعد استعمالها، واللي بيصل عددها إلى 7 مليار عبوة بلاستيك في السنة. الأمثلة كتيرة طبعا للفقير. لما مثلا تفتح الدولة استيراد البضائع الصينية وغيرها، الصين لما بتصدر للدول الفقيرة بتصدر لها فرز ثالث ورابع، بحجة طبعا إن الأسعار تبقى قليلة تراعي الفقر الموجود في الدولة دي. ولكن اللي بيحصل إنه فعلا برضو الفقير حتى لما بيشتري الحاجات الرخيصة بيزداد فقر. ليه؟ لأنه بيشتري بضاعة رديئة، منتج رديء بيبقى عمره قصير، فمعنى ذلك الحاجة اللي بتستهلك في سنتين بقت تستهلك في سنة، معناها ان هو هيشتري اكتر. بجانب طبعا نتيجة المواد المستعملة ما مش ما فيش اي ملاحظة عليها، او ما فيش حد بي بي بيعمل تشيك يعني عليها. فإن طبعا الحاجات البلاستيك دي بتسبب أمراض سرطانية بسبب رداءة المواد المستخدمة، بجانب حتى التخلص منها بعد كده برضو هيبقى صعب. يعني برضو حتى في الوضع ده برضو الفقير بيزداد فقر. برضو حاجة تانية، لما بيكون الأولوية في استخدام المواد البناء بتستخدم مثلا للعاصمة الإدارية والبيوت الطبقة الغنية، فده طبعا هيقلل من حصة الطبقة الفقيرة في الحصول على مواد البناء الشعبية، لأن طبعا هيبقى في تنافس في الأسعار، فالأسعار المواد البناء هتزداد عليهم، يعني برضو هيبقى عبء على الفقير أكتر يعني. برضو عدم الأولوية مثلا لمكافحة الفساد. طبعا مصر متأخرة جدا في مكافحة الفساد. احنا في ترتيب 117 في سنة 2022، وكنا ترتيبنا مثلا في 1995 41. فاحنا ما بيحصلش ان في مكافحة وده طبعا بيأثر برضو على الطبقة الفقيرة، لأن الفساد معناها إن الطبقة القادرة أو الغنية بتقدر تهرب من الضرائب، بتقدر مصالحها تمشي بأسرع، بينما الفقراء لا هيقدر يرشي ولا هيقدر يخلص مصالحه، فمعناها بيزداد مشاكل أكتر يعني. الخلاصة إن نظام الحكم العسكري الحالي ومن 1952 لا يصلح للحكم لدولة نامية زي مصر، لأنها دي بتحتاج إصلاح اجتماعي واقتصادي وسياسي ما هواش بيتوفر إلا في نظام مدني ديمقراطي بيعتمد على
العدالة وعلى العلم وعلى تداول السلطة والاحتياج للإصلاح. وطبعا هي دي كانت السبب في ثورات الربيع العربي اللي حصلت، ولكنها للأسف ما نجحتش تماما. ثورات الربيع العربي دي أطاحت بست حكام عسكريين فضلوا في الحكم عشرات السنين، وفشلت تجربتهم جدا، بدليل ان هم تعانوا من الحكم بالقوة يعني. ولكن للأسف ثورة 25 يناير وكذا ثورات في الدول التانية، الدولة العميقة أو المؤسسة العسكرية قدرت ترجع تاني وتسيطر، تسرق الحكم، وبمساعدة الدولة العميقة، وترجع تاني في غفلة من الشعب إن هي طبعا احنا يعني بنقول ان المشوار طويل، وان الثورات دي ما ممكن تكون بتتنكس، ولكنها ما لا تموت يعني. وطالما في إرادة للشعب واحتياج للشعب ان هو يعيش حياة عادلة وحياة ديمقراطية، فمؤكد ان هيحصل انتفاضة، ولن يطول الزمن حتى تنتفض الشعوب لتقرير مصيرها ولتحقيق العدل والحرية. شكرا للمتابعة، وإلى حلقة قاد لقاء قادم من حلقات لماذا، تحت شعار الديمقراطية هي الحل.